طب يا دكتور لخص لنا كده المصنع اللي حضرتك بتقول عليه محتاج 3 حاجات، ايه حلو. بقى؟ الطاقه عندنا زي ما احنا قلنا، عناصر الطاقه اللي هم الكرب وفات وبروتين اللي بيتحرقوا عشان يدونا معدل الحرق الاساسي ويمد جسمك بالحرق بتاعك اللي هو البيزل ميتابوليك ريت اللي هو معدل الحرق الاساسي اثناء الراحه، عشان جسمك يعرف يعيش بشكل كويس وما يقللش نسبه الحرق وما يضرش جسمك وما ياثرش على الوظائف الحيويه بتاعت جسمك. فبالتالي احنا محتاجين نركز على التوتال كالوريز بتاعتنا او معدل الحرق بتاعنا، ونفهم يعني ايه معدل الحرق بتاعك، لان جسمك محتاج عناصر غذائيه محتاج ياخدها عشان ما يتضرش، زائد ان انت تبدا توزع العناصر الغذائيه بتاعتك على شويه كارب شويه فاتس شويه بروتين باعتدال بنسب متوازنه من غير ما تزود من حاجه ومن اللي هي غير ما المواد تقلل من الخام حاجه، اللي هندخلها، اللي هي المواد الخام اللي احنا والحاجه الثالثه اللي هي الميه، عشان ده الوقود او زي ما احنا قلنا الميديا او البيئه المحيطه اللي بتساعد في عمليات الحرق وبتمد جسمك وبتحسن الوظائف الحيويه في الاعضاء الحيويه بتاعت جسمك. طيب يعني وحاجه بقى المهمه طبعا، يعني انا فعلا اقتنعت ان نسعد جسمك بالغذاء اهم حاجه، ان كل حاجه بحساب يا جماعه، مفيش حاجه اسمها انا بدون حساب، ربنا بيحاسبنا على الكلمه، فمفيش حاجه اسمها انا هاكل كذا. حتى البروتين اللي الدكتور بيقول، يعني ناس بتقول لا ده بيبني عضلات، برضه لازم يبقى بحسابه. وعشان كده يا دكتور معلش حضرتك في المحطه الجايه هيكون معانا اللي هي العبها بقى بمفهوميه، مش هنقعد نحسب ونعمل الكلام ده كله، هنعرف الاساسيات اللي تخلينا فعلا نقدر اننا نلعبها بمفهوميه. انا فعلا الحلقه دي يا دكتور حسيت ان كده كأن واحد اهله سابوا له مصنع وما كانش مقدر قيمته، عمال يقول ده في موظفين مزعجين دول عايزين مرتبات، وهو مش مقدر ان ده حاجه ممكن ياكل من وراها الشهد لو فعلا شغلها